نطبق توجيهات اليسار من اجل الحد من الفوارق الاجتماعيه والمجاليه والمنطقيه. هادشي راه خصنا نقراو، يلاه الكتاب خرج هذا العام اللي فات، ولهذا الطبقه المتوسطه مستهدفه. لا ما خصناش نقراو، وقراو الكتاب ديال الان دونو ديال كان خدموا به اللي سميتوها ميديوكراسي واللي ترجمته مشاعل عبد العزيز الهاجري الى نظام التفاهه، وفيه دي شابيط كيبين لكم كيفاش كيتحكموا في العالم. هذا الكتاب 100 درهم، كنظن واخا يكون 1000 درهم خاص واحد يتسلف ويشري. راه كاين 100 درهم بالعربيه و100 درهم بالفرنسيه اللي كيسهل عليه القراءه. الكتاب ديال نظام التفاهه، وكاين حتى بي دي اف كاين في الانترنت اللي كيسهل عليه كيفسر كيفاش كيتحكموا، وان الطبقه المتوسطه مستهدفه. علاش؟ لان الطبقه المتوسطه كتمغطيها وكلا كما كان الحال سد عليها بابها، كتفكر كتنوض خاط في الحيط، كتخاط في الرقبه، كتنوض خاط في السنسيريه، كتنوض دير في الحركه النسائيه، كتنوض طير عليهم النعاس وكطالب بالحقوق، خاصهم يدفعوها ويشغلوها بما هو يومي. ولهذا كانت عندنا التنسيقيه مناهضه الغلاء. اليوم خصنا عاوتاني التحيه لانه مرتبط. كيف قلت لكم ما يمكنش تكون منتج الا ما كانش عندك الامن الطاقي. حنا الامن الطاقي عطاوه لهذوك عباد الله كيضربوا في المغرب، خاصك الامن الغذائي. حنا الامن الغذائي عطينا الاراضي المنتجه والماء عطينا من هذوك الجهه، وحنا بقينا الحبوب نستوردها من الخارج. كل الاسمده المدابه في المياه والسكر. حنا لو 100 مره في البرلمان ديروا بلق ديال البذور الاصليه المغرب. البذور اللي غتزرع هذا العام وتعاود تاخذ زريعه تعاود تزرعها، لا خاصنا نشري. راه بالمناسبه واحد العالمه كبيره هنديه موندانا تشيفا انتبهت لهذا الشيء، بان هذوك الناس يديروا البذور متحوره زرع هذا العام وزريعتها ما تنبتلكش، خاص كل عام تشري. الهند كانت الفلاحه كيقوموا بها النساء، حنا غنسالي. فملي ولات القضيه خصك تاخذ القروض وتشري البذور متحوره. الفلاح مسكين ولا شنو ملي كيجي الموسم ما كيلقاش باش يرد الفلوس، وخصو عاوتاني يكثر. 200,000 فلاح شقوا راسهم. مشات فوندانا تشيفا وبدات كتزرع البذور الاصليه وكتنميها وكتفرق على الفلاحات، وراهم دابا شويه الامن الغذائي بزاف حوايج بيتقال في هذا المجال. لهذا المراه المساواه بركه علينا، بغينا غير المساواه والمناصفه. ديك الساعه تكون خدمه كي دايره. وشكرا.